السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناتكم اكلة ماما. جايه لكم النهاردة باختراع كوري خطير، فطيرة الجبن الكورية اللي قلبت الدنيا. الفيديو ده جاب 80 مليون مشاهدة. تيجوا بقى نجرب كده مع بعض الفطيرة دي ونشوف تستاهل فعلا كل الضجة دي ولا لا. نقول بسم الله ونصلي على رسول الله ونبتدي بالمقادير. معانا اول حاجة كوباية من الدقيق، ربع كوباية من اللبن، ومعايا رشة صغيرة من الملح، وربع كوباية من الزبدة بحرارة الغرفة او مذابة. يعني المقادير سهلة سهلة جدا جدا وبسيطة خالص. الكمية قليلة قوي، يعني ممكن تعمليها بكل سهولة، حتى يعني مش هتكلفك حاجة، تستحق التجربة. هنعجن بقى الكلام ده، هنقلب كده بالسباتولا بسرعة. هي مش هتاخد عجن ومفيش خميرة ومفيش اي حاجة، العجن يعني يا دوب بس ايه، العجين هيلم كده معانا. هنعمله كده ايه، كورة كده حلوة. وبعدين هنغطيها بكيس او بستريتش او فوطة مطبخ نظيفة، وهندخلها التلاجة او الفريزر حوالي 5 دقايق بس على ما نجهز الحشو. الحشو بقى عبارة عن بطاطس مسلوقة، انا كنت سلقاها جهزتها. بطاطس مسلوقة وجبنة موتزاريلا ومايونيز، بس هو ده الحشو. البطاطس المسلوقة انا حطيت لها ملح وانا بسلقها، فمش هحط لها بقى ملح تاني. ونصيحة خلي الملح قليل علشان في جبنة، وكمان العجين بتاعنا فيه ملح. هنفرد بقى العجين، هي بتتفرد بكل سهولة، شوية كده دي صغيرين وهنفردها بالنشابة. معايا بتفرد بسهولة جدا، العجينة اصلا طرية وحلوة قوي. فردناها يعني السمك بتاعها حلو، ما تخليهاش رقيقة قوي ولا تخينة قوي. وهنبتدي بقى ننزل بالحشو بتاعنا، معلقتين كده كبار من البطاطس المهروسة، وهنزل عليهم بمعلقتين من المايونيز. المايونيز بقى هيخليها لي كده كريمية وتحفة تحفة في الحشوة، طعمها يبقى رهيب. هنقلب بقى المايونيز كده كويس جدا في البطاطس، يمتزجوا كده مع بعض. وزي ما قلنا مش هنحط ملح، لان انا وانا بسلق البطاطس حطيت لها ملح. هنزل بقى الاول كده بطبقه من الجبنه الموتزاريلا او اي جبنه يعني بتدوب سايحه معاكي، ميكس جبن شيدر زي ما بتحبي. انا حطيت جبنه موتزاريلا، ونزلت بقى بخليط البطاطس والمايونيز، وحطيت طبقه تانية من الجبنه الموتزاريلا. وهبتدي بقى ان انا اقفل العجين على الحشوه بتاعتي. اهم حاجه بقى خطوه التقفيل دي، لازم تقفلي العجينه حلوه قوي علشان متفتحش معاكي وهي بتستوي. نتأكد بقى، طبعا ماما ست الكل ما مش واثقة في تقفيلي، فجت هي تممت على العجين كده، وجت برضو ايه تتأكد وشالتها وقلبتها وخبزتها، ويعني لازم تتأكد كويس جدا ان انا ظبطتها. هبتدي بقى ارجع افردها كده تاني بعد ما حشيتها بالراحة خالص علشان ما تفتحش معايا. افردها بقى كده فردة ايه خفيفة كده، الحشوة كده ايه جواها وانا لماها وزي الفل. ابتدي بقى ايه مرحلة التسوية، المرحلة الاخيرة. برضو ماما لازم تتمم تاني، اهم حاجة اتأكدت ان كله تمام. خلاص كده سمح بقى ننزل في طاسة بقى على النار كده بزيت او زبدة خفيفة كده، تدهنيها بس بالفرشة. وبعدين هننزل بالاختراع الجامد بتاعنا ده. شايفين بقى بتغلي كده، هنعملها على نار هادية تستوي براحتها خالص، سيبيها براحتها. بعدين ايه نبتدي بقى نشوف لو احمرت نقلبها، يعني حتى لو احمرت حاجة بسيطة ممكن نقلبها وندهن زبدة او بيض براحتك خالص، وتقلبيها تاني عادي مفيش اي مشكلة. المهم ان انتي تكوني متابعاها عشان ما تفتحش بس معاكي. اه متأكد بقى، كل ما احس ان هي كده ممكن اقلبها. هي سهلة يعني، بتتقلب بسهولة ومتماسكة ما شاء الله. شايفين بقى واخدة لون عامل ازاي ومتماسكة ازاي، جميلة جدا. ونتأكد بقى كده ايه ان هي بندهنها كده زبدة وتمام كده بقى. طلعتها وما عادتش مستحملة يعني الحشو جواها بينده خلاص كده، يعني الجبنة جابت اخرها، مش مستحملة بقى خلاص. شايفين انا بقطعها والحشو يعني بتبظ زي تحفة تحفة تحفة. مقرمشة قوي، واخدة كفر مقرمش قوي، كريسبي من بره يجنن، ومن جوه بقى جوسي الحشوة. يعني انتوا شايفين عاملة ازاي،
الحشوة عايزة تقول كلوني بقى، خلاص كده كفاية قوي عليا. انا ما قدرتش استحمل ان انا اقطعها كلها، يعني انا ابتدأت ادوق الريحة فظيعة، الريحة واللون والقرمشة، يعني ما تقدريش تستني، تحفة تحفة. شايفين عاملة ازاي؟ حلوة قوي فعلا، تستحق المشاهدات، الملايين المشاهدات، وتستحق الضجة اللي اتعملت عليها دي. حلوة قوي قوي وتحفة، دايبة كده وجميلة. جربيها ومش هتندمي. قولي رأيكم في التعليقات، جربتوها ولا لا؟ مش هتخسرك حاجة، يعني هي كوباية دقيق مش هتخسرك اي حاجة. حلوة جدا جدا جدا. نصيحة بقى، خليها عشوة مش تسلية، لان هي مشبعة جدا. حلوة قوي، طعمها بجد كان تحفة. الجبنة بتمط وجميلة جميلة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتكم أكلة ماما. اشوفكم فيديو جاي على خير. سلام.